مرحبا. مثال نجمة علم السكون أو التوازن، مشترك، رياضيات وهندسة. الاحتكاك. أردت في هذا المثال أن أبين الفرق ما بين الاستناد بدون احتكاك والاستناد مع احتكاك عند نقاط الاستناد. أخذت المثال هذا ليكن القضيب AB يميل على الأفق بزاوية ألفا، طوله 2L، ثقله W، يستند بنهايته A على المحور الشاقولي OY، وبنهايته B على المحور الأفقي OX. تؤثر إلى النقطة B قوة أفقية F. المطلوب اكتب شرط التوازن حول نقطة الاستناد B في الحالات التالية. الحالة الأولى الاستناد بدون احتكاك، الحالة الثانية الاستناد مع احتكاك، معامله F رمزت له صغيرة عند جماعة الرياضيات، وميو عند جماعة طلاب الهندسة. الطلب الثاني أو الثالث، اكتب العلاقة الخاصة بالاحتكاك. الحقيقة هون بما يتعلق بالحل أنه لما يكون الاستناد بدون احتكاك يكون في نقطة الاستناد مركبة رد فعل وحيدة عمودية على سطح الاستناد كما هو واضح في الشكل واحد. هاي الشكل واحد، هاي القضيب A B، هاي هو الثقل للأسفل، طبعا دبل في للأسفل. هون في عندي HA رمزت لها عند جماعة الهندسة، وXA عند جماعة الرياضيات، عمودية على سطح الاستناد. هون صار سطح الاستناد OY، وهنا عند البي كمان عمودية على سطح الاستناد اللي هو المحور OX، رمزت لها BVB عند جماعة الهندسة، وBYB عند جماعة الرياضيات. وفي عندي قوة هون، في عندي قوة هيك بتأثر إلى النقطة B. طبعا شرط العزم فقط اختلاف التسمية. عند جماعة الهندسة سيجما MIB، يعني عزوم حول بي، نفس المصطلح هو سيجما، ولكن غيرت التسمية GIB. طبعا علم توازن المفروض يساوي صفر. طبقت هذا الشرط، لاحظ انه هاي القوة هون بتدور وين؟ بشكل حول البي بشكل سالب، وهذه ذراعها اللي هو OA بجيب طوله من الرياضيات، وهذه هون الوزن الذاتي بدور بهالشكل هذا موجب حول البي، وهي ذراعه انا هون اشرت له، حسبته من بدلالة كوساين الزاوية هاي ألفا اللي هو L بكوساين ألفا. طبقت شرط العزم مع مراعاة مع عقارب الساعة سالب، طلع معي الصيغة الرياضية دبل في ال كوساين الألفا ناقص 2 اكس اي ال ساين الألفا يساوي الصفر. عند جماعة الهندسة الصيغة نفسها هاي، فقط الاكس اي استبدلتها باتش اي اللي هي وين؟ هي المركبة عمليا الناظمية على او واي، اي المركبة الموازية للمحور او اكس. اذا هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية الاستناد مع احتكاك. طبعا هون بيكون الحقيقة رد الفعل هون بيكون هاي بالشكل 2 وضحته هون، بيكون رد الفعل مايل هون لأنه في احتكاك. نتيجة وجود الاحتكاك بيكون رد الفعل شو؟ مايل، وبالتالي بتحلل إلى مركبتين. إذن هون الاستناد مع احتكاك يكون لرد الفعل عند كل نقطة استناد مركبتين، إحداهما أفقية والأخرى ناظمية على سطح الاستناد، أي بمعنى يعني شاقولية على سطح الاستناد. انظر الشكل 2، هاي الشكل 2 نفسه للشكل 1 هون، ولكن مثل ما انتم ملاحظين هنا رسمت مركبتين، المركبة ناظمية على سطح الاستناد ومركبة منطبقة على سطح الاستناد. هاي HA عند المهندسين تساوي XA عند جماعة الرياضيات، وهاي VA للأعلى طبعا تساوي YA عند نقطة الاستناد A. وبالمثل عند البي XB، عفوا الاي XB هي الHB الأفقية، والVB اللي هي YB اللي هي وين؟ عمودية على سطح الاستناد OX. وبالمثل طبقت شرط العزم، طلع معي طبعا هاي القوة هاي هون بتدور بشكل سالب اللي هي الاتش اي، والفي اي هاي كمان بتدور بشكل سالب، بينما الوزن الذاتي بدور وين؟ بشكل موجب. طبعا مع مراعاة الذراع بدلالة الكوساين وساين الزاوية ألفا، هاي طلع معي دبل في ال بكوساين ألفا زائد 2 واي A بذيلها مضروبة بال كوساين ألفا ناقص 2 إكس A بال بالساين ألفا تساوي صفر. هاي الصيغة الرياضية، أو بصيغة الهندسية اللي عند طلاب الهندسة دبل في ال كوساين ألفا استبدلت الواي بذيلها A بفي A جاية من الفيرتيكال بال بكوساين ألفا ناقص 2 بدل الإكس A استبدلتها بإتش A. طبعا الذراع هو قلنا 2 ال ساين ألفا ويساوي صفر لأنه علم توازن. إذن هاي الحالتين
واحدة بدون احتكاك والأخرى مع احتكاك عند طلاب الرياضيات وطلاب الهندسة. اثنين، علاقة الاحتكاك. طبعا احنا علاقة الاحتكاك القوة عند جماعة الرياضيات رمزنا لها T تساوي F بN اللي هو معامل الاحتكاك، أو عند جماعة الهندسة رمزنا لها بF تساوي ميو بN. ميو بN، التي أو الإف هي عبارة عن المركبة الأفقية لقوة الاحتكاك، والإن هي المركبة الناظمية لرد الفعل عند نقطة الاستناد، والميو أو الإف هي عبارة عن معامل الاحتكاك، أو يعني ممكن نسميها معامل الاحتكاك بحالة الانزلاق أو احتكاك الانزلاق. أشكر حسن استماعكم وشكرا.